أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم أساسيات تصميم شبكات ري اللاندسكيب. هنتكلم اليوم عن توصيل الكابلات الكهربائية مع الكنترول والمحابس، وإيه هي أنواع الكابلات، وإزاي أحدد قطر الكابل الكهربي والكابل الأرضي. فلو مهتم تابع للنهاية. أولا هنتكلم على وظيفة الكابل الكهربي. هو عبارة عن سلك كهربي بينقل الداتا والإشارة الكهربية من لوحة الكنترول حتى المحابس الأوتوماتيك أو السولونويد فالف. وبيتكون من نوعين. النوع الأول هو عبارة عن الكابل الأرضي، والنوع التاني هو الكابل الخاص بالكهرباء. الكابل الارضي بيمر على جميع المحابس الموجودة عندي في النظام التراديشنال، وبيبقى عبارة عن سلك واحد بس بيمر على كل المحابس. اما الكابل الكهربي فهو لكل محبس كابل كهربي ينطلق من لوحة الكنترول حتى يصل الى المحبس، وبالتالي عدد الكابلات الأرضية هو كابل واحد فقط. عدد الكابلات الكهربائية يساوي عدد المحابس الموجودة على لوحة الكنترول. طيب بحسب ازاي قطر الكابل الكهربي؟ عندي اول حاجة عشان احدد طول الكابل المطلوب يتم احتساب قيمة المقاومة الكهربية ووحدتها الأوم. المقاومة اللي هي الار بتساوي 500 في الفي دي على الاف في الاي. طيب المقاومة قلنا بالاوم والرمز بتاعها ار. الفي دي هو عبارة عن الفرق ما بين قيمة الفولت من مخرج لوحة الكنترول ومدخل المحبس الكهربي. يعني ممكن لوحة الكنترول بتطلع فرق جهد او فولت 28 فولت، المحبس الكهربي بيشتغل على 24 فولت. الفرق ما بين ال 28 وال 24 يبقى ال في دي قيمتها 4 فولت. ثم بعد ذلك الاف هي عبارة عن طول السلك بالقدم، وهي المسافة بين لوحة الكنترول وابعد محبس كهربي. ببتدي اقيس الطول من على ملف الكاد او من خلال مقياس الرسم على اللوحة الهندسية المطبوعة، واجيب الطول الحقيقي. وبعد ما اجيب الطول الحقيقي بالمتر لازم احوله الى قدم، وبضرب الطول بالمتر في 3.3 عشان يديني الطول بالقدم. طيب بعد كده شدة التيار المطلوب لتشغيل المحبس اللي هو الاي ووحدته الامبير. دايما شدة التيار المطلوب لتشغيل المحبس بتبقى في حدود 37 امبير، يعني 370 ملي امبير، والرقم ده بيبقى موجود في المواصفات بتاعة المحبس. طيب يبقى كده ده القانون بتاعي. طيب ال 500 اللي موجودة في القانون دي هو عبارة عن معامل تحويل علشان يعمل لي عملية ضبط للوحدة بالقدم، وشدة التيار بالامبير، وفرق الجهد بالفولت، عشان يطلع في الاخر الار اللي هي المقاومة الكهربية بالاوم. طيب بعد ما بجيب قيمة المقاومة بالاوم بيتم تحويلها الى القطر بوحدات ال AWG. ووحدات ال AWG هي وحدات امريكية بتعبر عن القطر. عايزين نحول رقم المقاومة ده الى قطر بال AWG، وبعد ما اجيب القطر ال AWG ده احوله للمليمتر المربع علشان انزل اشتري الكابل الكهربي بالمواصفات اللي احنا هنحددها. طيب إذا تم حساب المقاومة بالأوم والناتج المتحصل عليه كان بين قيمتين مختلفتين في الجدول، يتم أخذ قيمة ال AWG الأقل. تفتكروا ليه باخد قيمة ال AWG الأقل؟ تعالوا نبص هنا. لما يبقى عندي قيمة المقاومة 25%، كان ال AWG الحجم بتاعي 4. لو 4/10 الحجم الكابل بتاعي بقى 6. لو 64% الحجم بتاعي بقى 8، وهكذا. طيب
بيقولك هنا إذا تم حساب قيمة المقاومة فوجد أنها تساوي 2 أوم، وعند النظر بالجدول وجد أن قيمة 2 أوم تقع ما بين 1.63% و 2.57%، فإنه يتم اختيار ال AWG الأقل، يعني هاخد 12 مش هاخد 14. طب ليه؟ لما نيجي نبص في الجدول القادم اللي هو بيحول لي للمليمتر مربع، كل ما بيزيد ال AWG كل ما بيقل القطر بالمليمتر، وبالتالي ال AWG الأقل هو بيقابله القطر الأكبر، يبقى ده خليني في الأمان، باخد القطر الأكبر عشان يسمح بمرور تيار أعلى. تمام، الجزء ده لازم يبقى مفهوم لأنه مهم جدا، لازم ناخد بالنا منه. طيب الجدول التاني عايز احول لي ال AWG احولها الى ملي متر مربع. انا بنزل اشتري كابل 1 ملي، كابل 1.5 ملي، كابل 2 ملي، بناء على ايه؟ قيمة ال AWG اللي انا حسبتها من الجدول السابق هيقابلها القطر بالملي متر. عندي 30 28 26. لاحظوا كده كل ما بيقل ال AWG بيحصل ايه في القطر بتاعي؟ بيبتدي يزيد. طيب يبقى ده الجدول ده مهم جدا عشان اتحصل على القطر بتاع بتاع الكابل الكهربي او حتى الكابل الارضي، الاتنين بتحسبوا بنفس الطريقة، وعشان ابقى عارف القطر بتاعي كام ملي بالظبط. طيب لو جينا بقى هنا عايزين نحسب المواصفات بتاعت كابل الكهرباء بتاع الرسمة بتاعتنا، الخط الرئيسي اللي اشتغلناه في الفيديو السابق. عايز اعمل لوحة الكنترول اشوف هحطها فين وامشي مسار الاسلاك بتاعتي. طيب قبل ما نعمل الكلام ده تعالوا ناخد كده مثال ازاي بمشي مسار الاسلاك بتاعتي قبل ما اشتغل على لوحة الكاد اللي موجودة عندي. تعالوا نبص هنا كده. عندي هنا كنترولر او لوحة كنترول 4 ستيشن، 4 محابس. فين هما ال4 محابس؟ عندي محبس، عندي التاني، عندي التالت، عندي الرابع، دول 4 محابس. طيب احنا قلنا لو عندي 4 محابس يبقى عندي كام كابل كهرباء؟ هيبقى عندي 4 كابلات كهرباء. طب كام كابل ارضي؟ هو كابل ارضي وحيد هيمر على جميع المحابس. طيب يبقى باجي فوق الخط بتاعي بتاع المواسير، الخط الرئيسي، وابتدي احط الارقام اللي بتعبر عن عدد الكابلات الارضي اللي ماشيه وعدد كابلات الكهرباء في كل نقطه من نقط مسار الخط بتاعي، لان دايما الكابلات بتتحرك في نفس مسار الخط الرئيسي. طيب تعالوا هنا نبص هنا كده. انا طالع عندي هنا قال لي 1 إرث. تعالوا نعمل زوم كده، نعمل زوم ونبين الكلام ده كده. هنا عندي في 1 إرث و4 كهرباء. خلاص، ودي لوحة الكنترول بتاعتي، طبعا بتبقى جنب مصدر كهرباء. طيب مش السلك بتاعي في جزء اتفرع طلع وصل للمحبس ده. طب يبقى اللي ماشي هنا فيه ايه؟ 1 كهرباء، 1 كهرباء و1 ارضي. طيب اتبقى اللي ماشي في الاتجاه ده كده ايه؟ 1 كهرباء برضو، لان الكهرباء هيوصل هنا ويرجع تاني ويدخل في الاتجاه ده. يبقى اللي ماشي هنا كام؟ 1 كهرباء. طيب ماشي كم كابل اسف، ماشي 1 ارضي، وهنا ماشي 3 كهرباء. طيب عشان يغذي 3 المحابس التانيين. طيب جه هنا اتفرع، هو الخط ده هيخدم كام محبس؟ تعالوا نبص كده. هيخدم محبس واحد بس، وبالتالي في 1 ارضي و1 كهرباء. طيب تعالوا نتحرك في الاتجاه العكسي. هنا ده هيخدم كام محبس؟ بصوا هنا 2 كهرباء و1 ارضي. تعالوا نبص على المسار كده هيوصل بيا لفين. فعلا وصل ل2 كهرباء و1 ارضي. يبقى احنا كده علشان احسب المسار بتاع الكابلات يبقى ببتدي اشوف انا الخط بتاعي ده هيغذي كام محبس. 2 يبقى 2 كهرباء، 3 يبقى 3 كهرباء، 4 يبقى 4 كهرباء. ودايما الارضي بيبقى كابل وحيد، ما ينفعش اقول اكتر من ايه؟ من كابل. طيب مجموع طول الكابل الارضي بيساوي ايه بقى؟ المسافة دي زائد المسافة دي لانه هيرجع تاني، زائد المسافة دي، زائد المسافة دي، زائد المسافة دي، زائد المسافة دي.
وابتدي احسب القطر بتاع الارضي. طيب هو انا هحسب على المسار ده ولا احسب على المسار ده ولا اجمع الاتنين؟ لا، هنعمل زي بالظبط ما كنا بنقول في الهيدروليك كالكوليشن شيت. فين ابعد مسار؟ ابعد مسار بالنسبه لي هو اللي هحسب عليه، مش هحسب الطول بالكامل. خلاص، لان هنا هيبقى فيه وصله، فالسلك بتاعي نصه هيطلع منه وصله تتفرع في الاتجاه ده ووصله تتفرع في الاتجاه ده، لكن في كل الاحوال ان اللي ماشي هنا سلك وحيد واللي ماشي هنا سلك وحيد هو كابل ارضي واحد. طيب يبقى ابعد مسار، خلينا نفترض ان ده ابعد مسار، يبقى هو طول الخط الارضي هو عباره عن الطول ده كله كده، هو ده طول الخط الارضي. طب طول الكهرباء، الكهرباء المحبس رقم واحد طوله المسافة دي بس. طب محبس رقم اتنين طوله المسافة دي لغاية ما يوصل فوق. طيب المحبس رقم تلاتة طوله المسافة دي لغاية ما يوصل تحت. طب محبس رقم أربعة طول الكابل الكهرباء بتاعه المسافة دي لغاية ما يوصل تحت. يبقى برضو لما باجي بحسب على أبعد مسار في الكهرباء، وبالتالي عندي المسافة من هنا لغاية هنا ده مسار الكابل الكهرباء، والمسافة من هنا لغاية هنا هو مسار الكابل الارضي، مضافا عليه الحتة دي لان هيمشي فيها الكابل مرتين، هيروح وبعد كده يرجع تاني. خلاص، يبقى ده المسار بتاعي. طب تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الشغل بتاعنا اللي موجود هنا. اولا انا مش لازم الكنترول بتاعي يبقى جنب مصدر المية، لا، الكنترول بتاعي يبقى جنب مصدر الكهرباء. طيب ممكن نفترض ان الكنترول بتاعي موجود فين؟ انا ايه اللي هيخليني احطه بره؟ هينفع احطه بره الفيلا؟ لا طبعا. يبقى هاجي اعمل زوم هنا وهثبت الكنترول في اي منطقة هنا جنب المحبس، بحيث يبقى طول الكابلات اقل ما يمكن. طيب خلينا نعمل هنا، نفترض ان الكنترول بتاعي هيبقى موجود في المنطقة دي كده اهو، وهنديله هاتش بالشكل ده كده، هنقول ده الكنترول. طيب هيبقى ماشي فيه كام كابل كهرباء؟ 3 كابلات عشان عندي 3 محابس. طب كام كابل ارضي؟ هو كابل وحيد. يبقى نقدر نيجي من هنا كده نطلع في الاتجاه ده كده اهو اهو اهو، ونيجي هنا نمشي في الاتجاه ده كده، ثم نيجي نمشي في الاتجاه ده كده. خلاص، ده ملوش لازمة نشيله. طيب في كابل تاني، في كابل تاني اللي هو الكابل الايه ده كده الارضي. مشي ازاي؟ مشي في الاتجاه ده كده ورجع دخل للمحبس ده، وبعد كده هيرجع يرد تاني للايه لباقي المحبسين التانيين. طيب تعالوا نعمل الكابل الكابل الكهرباء هيبقى عندي طالع من هنا في الاتجاه ده كده اهو 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 اهو. طيب في كابل تاني كهرباء، في تاني كابل كهرباء اهو. ممكن اكتب وممكن ارسم عدد الاسلاك التلاتة، مفيش مشكلة. ده ماشي وده ماشي اهو اهو. طب السلك التالت اهو. بس التفاصيل دي كلها مش هتبان في اللوحة، وبالتالي نكتب افضل من اننا نرسم تفاصيل الكابلات التلاتة. وادي الكابل التالت، يبقى ده بيوصل لغاية محبس رقم 2، وده بيوصل لمحبس رقم 3 اللي هو مسمينه D1، وده بيوصل لغاية المحبس المحبس اللي هو S1. يبقى S1 خد كابل كهرباء وكابل ارضي، و S2 خد كابل كهرباء وكابل ارضي، و D1 خد كابل كهرباء وكابل ارضي. طيب هنيجي نكتب البيانات بتاعتنا. يبقى انت تعالى هنا كده بقى، المنطقة دي
هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها 1 إرث زائد 3 3 كهرباء. طيب نعمل سكيل بس نصغر الخط شوية. طيب خد الكلام ده كوبي، تعالى اقف هنا، هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه 1 و1. المنطقة دي هيبقى فيها 1 و1، ادي 1. طيب خد الكلام ده كوبي، الاول اعمل له عملية تدوير كده عشان يبقى موازي للخط. خد لي الكلام ده تاني كوبي كده وحطه لي هنا. هنا هيبقى فيه كام سلك؟ فيه 2 كهرباء عشان يغذي الاتنين دول، وواحد ايه؟ واحد ارضي. اتنين كهرباء، تمام. طيب هنا هيبقى فيه ايه؟ هنا هيبقى فيه 1 و1، يبقى خد ده كده كوبي وحط لي الكلام ده كده. بس يبقى كده احنا خلصنا تفاصيل كابلات الكهرباء. هنا ماشي 3 كهرباء وواحد ارضي، هنا ماشي 1 و1 عشان يغذي ده بس، هنا ماشي 2 كهرباء عشان يغذي الاتنين دول وواحد ارضي، هنا ماشي 1 كهرباء وواحد ارضي. كده خلصت التفاصيل بتاعتي كاملة بتاعة توزيع كابلات الكهرباء. طيب هو الطريقة دي بنقول عليها طريقة تراديشنال، طريقة تقليدية، وهي طريقة قديمة بنستخدمها مع عدد المحابس القليل. خلاص، لكن في طرق تانية بتعتمد على الديكودر، والديكودر حل مشكلة كبيرة بالنسبة للموضوع ده، انه اعتمدنا على فردتين سلك بس بدل ما نعتمد على العدد الكبير ده من الاسلاك. الفردتين السلك دول بيتوصلوا مع حاجة اسمها الديكودر. الديكودر ده بيبقى ليه كود واي دي بتتعرف عليه لوحة الكنترول، وتقدر تديله الامر هو ودونا عن باقي المحابس الاخرى. الديكودر بيركب مع السولونويد فالف، وببتدي اديله الامر من خلال الكنترول. طيب تعالوا بقى نحسب القطر بتاع الكابلات. اولا الكابل الارضي ثم الكابل الكهرباء. الكابل الارضي ماشي مسافة قد ايه؟ ماشي من المسافة دي كلها كده، وهيجي يوصل هنا وبعد كده يرجع يدخل لغاية المحبس الدي 1. طب المسافة دي كلها كام؟ المسافة دي كلها 2 متر، والجزء الصغير ده 50 سنتي يعني 2.5 متر، والمسافة دي 80 سنتي يعني 330 سنتي، ونجمع عليها المسافة دي يعني هيبقى في حدود 4 متر. طول الكابل بتاعي في حدود 4 متر. طيب احنا عملناهم في صورة شيت اكسل زي ما احنا متعودين، وقال لي ان فرق الجهد ما بين الدخول والخروج من خلال المواصفات بتاع السولونويد والمواصفات بتاعة لوحة الكنترول هو 4 فولت. الدخول على 28 او الخارج بتاع الكنترول 28 فولت، والمحبس او السولونويد بيشتغل على 24، ف 28 ناقص ال 24 هيديني 4 فولت. طيب شدة التيار برضو دي من مواصفات السولونويد ومواصفات المحبس، هيبقى عبارة عن 370 من 100 امبير. طيب طلع هنا قيمة المقاومة الكهربية 410. الرقم ده كبير جدا، وايه لان عندي القطر بتاعي بتاع السلك هيبقى يا دوبك حاجة بسيطة خالص. تعالوا نبص هنا في الجدول بتاع المقاومة. انا عندي هنا اقصى حاجة في الجدول كام؟ 6 وشوية. طب ده معناها ايه؟ معناها ان الرقم عدى الجدول ده بكتير. عدى الجدول ده بكتير يعني ال AWG مثلا وصل معايا هنا اقصى حاجة ال AWG وصل معايا 30.
طيب هو في بعد ال30؟ لا طبعا، في حدود دنيا لازم مش هقل عنها، وبالتالي انا هاخد الحد الادنى بتاعي، وهيبقى هو عبارة عن سلك 1 ملي بالكتير قوي او نص 1 ملي كمان بالكتير قوي، هيبقى معايا الحسابات مظبوطة. ده تخيلوا الكابل الارضي. طيب لو قلت الكابل الكهرباء، اكيد الكابل الكهرباء هو اقصر. مين ابعد كابل كهرباء فيهم؟ هو المحبس الدي 1. فلو قلنا المسافة دي زائد المسافات دي، مش هيجي الطول اكتر من مثلا 2.5 متر. هيبقى عندي قيمة المقاومة برضو رقم عالي، وبالتالي هاخد الحدود الدنيا اللي هو بيمثل معايا 1 ملي. وياريت ما نقلش عن ال1 ملي علشان احافظ على متانة السلك ويبقى عمره الافتراضي طويل. طيب لحد كده احنا انتهينا من عملية توزيع مسار الكابلات، وفرقنا ما بين الكابلات الكهرباء والكابلات الارضي، وعرفنا وظيفة كل منهم والمسار بتاعهم بيبقى عامل ازاي بالظبط، وحددنا اقطار الكابلات. ارجو انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة، وتكون وصلت المعلومة، وبشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.